حلقة اليوم نبدأها بمواقع التواصل الاجتماعي واهتمام من الناشطين السياسيين والحقوقيين بمسألة القبض على الكاتب الصحفي إسماعيل الإسكندراني. نبدأ بهذا الخبر من الفيسبوك وحساب قناة الجزيرة. لنطالع منه خبر أن نيابة أمن الدولة تقرر حبس إسماعيل الإسكندراني 15 يوم بتهمة الانضمام لجماعة الإخوان وبث إشاعات كاذبة. ومن حساب الناشط حسام عبد العزيز من فيسبوك: أي حاجة أقول إخوان، إن الذي جاء به هؤلاء وحزب النور لا يخرجان من مشكاة واحدة. طبعا هو بيعلق على موضوع حزب النور، كل حاجة إخوان إخوان إخوان. وفي السياق بيقول التهم الموجهة إليه: الانضمام لجماعة الإخوان، الترويج لأفكارها، نشر أخبار كاذبة، وإسماعيل الحمد لله بخير. ربنا يعافيه ويفك أسر جميع المعتقلين. حقيقة احنا نوهنا أكثر من مرة أن الشماعة رقم واحد في مصر الآن هي شماعة الإخوان. أي حد بيتم تلفيق أي تهم ليه بتكون على رأسها طبعا بالطبع أنه منتمي لجماعة الإخوان. المعلوم للجميع القاسي والداني أن إسماعيل الإسكندراني لا يمت للإخوان بصلة، بل هو كان كثيرا ما ينتقد الإخوان انتقادات حادة جدا، ويعني كثيرا ما وقعت بينه وبين الإخوان يعني معارك ومشادات في إطار الرأي والرأي الآخر. فمن السخافة الشديدة أن يتم اتهام إسماعيل الإسكندراني بأنه من الإخوان، ولكن كما قلنا لحضراتكم هذه التهمة الملفقة الجاهزة المعلبة التي يلجأ إليها الانقلاب دائما لتبرير القبض على أي سياسي أو ناشط أو حقوقي يمكن من خلاله أن يستمع الناس إلى الحق أو جزء من الحق. هذا ممنوع تماما في زمن الانقلاب. أنس حسن ومن على حسابه على الفيسبوك يذكر بواقعة اختفاء قسري أخرى. يقول: مرت 8 أيام على اختطاف واختفاء دكتور سعد فياض القيادي بالجبهة السلفية، قليلون ذكروه، ربنا يسلمه منهم ويفرج كربه. فرج الله كربه. ومن حساب الأستاذ عمرو عبد الهادي من فيسبوك: مهاتير محمد، النظام في مصر سيسقط قريبا وأحذر المعارضين من العنف. أكد مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق أن النظام الحالي بمصر سيسقط قريبا، محذرا في الوقت نفسه المعارضة من استخدام العنف لأن ذلك لن يجدي هذا الكلام. وفعلا في أرض مصر في الوقت الحالي ما فيش عنف بيستخدم، والعنف كله مصطنع من جهة الدولة، وإن شاء الله سيزول الانقلاب قريبا. أيضا مهاتير محمد قال أن في ميانمار وإندونيسيا التي تمر بها مصر حاليا من أن انهار الانقلاب العسكري بفعل وعلى إثر المعارضة السلمية فقط. فالمعارضة السلمية أدت إلى انهيار هذه الانقلابات العسكرية والأنظمة التي انبنت عليها بدون أي استخدام للعنف، حفاظا على الدولة وحفاظا على مقدرات الدول. فهذا هو أيضا نهج المعارضة للانقلاب الحالي في مصر، وإن شاء الله ستثمر هذه المعارضة السلمية في انهيار أيضا هذا الانقلاب وعدم بقائه. هناك الحقيقة أكثر من دلالة على أن المعارضة السلمية تحقق أهدافها إلى الآن، ونحن نشهد أن هناك محاولات مستميتة من الانقلاب ليؤكد على شرعيته في كل مناسبة.